قلت بقى لما اروح كده السوق بقى اشتري شوية خزين. رحت السوق لقيت الحاجات تحفة، ولقيت الحاجات رخيصة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. من اول 5 جنيه يعني اخر خالص 20 جنيه. يلا بينا نبدأ. اول حاجة انا دخلت كده رحت الاول قلت احمل سكاكين عشان السكاكين عندي كانت تلمة خالص. اديت للراجل 20 جنيه وقلت له اعمل لي 3 سكاكين دول. وبعد كده بقى دخلت على الليمون. جبت نص كيلو ب5 جنيه. ودخلت على البصل لقيته ب12 ونص، قلت طب هات 2 كيلو، 2 كيلو ب20. وطبعا بتفصلي كده وتعمل نفسك ان انت ناصحة. وطبعا دخلت بقى على الجزر، جبت 2 كيلو، دخلت من كل حاجة. جبت 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو. حاجة كده عظمة وحاجة جامدة. والطماطم لقيتها ب5 جنيه، قسما بالله ب5 جنيه. رحت جبت 6 كيلو. وبعد كده دخلت على الكرنب ببص بقول له الكرنب ده بكام؟ قال لي فيه ب5 وفيه ب10. قلت له هات له ام 10، سيبك من ام 5. شايفين ام 10 عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عظمه. رحت جبت 2 بقى وببص ورايا لقيت القرنبيط، بقول له بكام القرنبيط ده؟ قال لي برضه ب5 وب10. قلت له لا هات ام 10 الحلوه دي. ورحت واخده ام 10 جنيه دي، ودخلت ببص لقيت البتنجان ب5 جنيه. قلت له والله طب اهي، هات شنطه هات شنطه. ورحت قلت اما اصور لكم كده واوريكم. ورحت جايبه 2 كيلو كده برضو. ورحت عند الخضري جبت بصل اخضر. وبعد كده بقى رحت عند الراجل بتاع الصابون والحاجات دي. ببص بقى على الروايح، بس الروايح عنده تحفه، قسما بالله تحفه. ده شارع سوق الجمعة. تاني شارع على طول على ايدك اليمين. حاجات جميلة جدا. ببص لقيت الصابون يعني دون صابون خام. كل حاجة عنده خام. الواحد ب25 جنيه وب20 جنيه وب15. من 15 و10 وانت طالعة، من 15 و10 ايه ده، من 5 جنيه كمان وبجنيه وانت طالعة. لقيته حاجات جميلة كده، قلت لما اجيب كمان عشان اعمل لكم فيديو برضو بتاع الصابون ده. حاجة عظمة كده. وببلاش، قسما بالله ببلاش يا بنات. وطبعا قلت بقى لما اوريكم بقى الحاجات وكده، يعني اوريكم الحاجات اللي عنده. وطبعا قلت بقى مرة جاية ابقى اجيله كده اخد شوية حاجات من عنده حاجات جميلة جدا وتحفة. وحاجات كده ريحتها تحفة تحفة، بتخلي الشقة جميلة. وطبعا بقى قلت بقى لما اوريكم انا جبت بسم الله ما شاء الله. جبت 2 كيلو بصل، وجبت من كل حاجة 2 كيلو. وما شاء الله خزين، يعني خزين كده، حاجة كده جميلة. لما بيبقى في بيتك كده الحاجات دي بتبقى تحفة. ده يا بنات في اسماعيلية. في اسماعيلية في شارع الجمعة، سوق الجمعة ولا ايه؟ شارع الجمعة، سوق الجمعة. وانتي داخلة بقى من اول سوق الجمعة كده وانتي داخلة، ببص لقيت الملح كمان. الملح بقول له كام؟ قال لي الكيلو ب3 جنيه. قلت له قسما بالله طب هات كيلو. يوزن لي هات كيلو كده. ورحت روحها بقى لقيت البنجر ب5 جنيه، رحت جايبة برضه. وبصي ما فيش حاجة، انا ما خليتش حاجة في السوق غير لما لازما افصصها واجيبها واعمل اخترع منها حاجة. وطبعا لقيت رجول برضو، هعمل لكم منها فيديو برضو جامد. وهوريكم الرجول دي حاجة كده عسل، اخليكم تاكلوا منها عسل زي ما انتوا شايفين كده. والبسلة هي اللي لقيتها اغلى حاجة، لقيتها ب20 جنيه. لقيت منها ب15 وب10 او ب20 جنيه. لا قلت اما اجيبهم 20 احلى، يعني احسن و... وطازة كده. وطبعا لقيت الاستفندي برضو ب5 جنيه وب8 جنيه. رحت جبت ابو 8 جنيه دون. وبرضو جبت فلفل يعني جبت شوية حبشتكنات كده. هيعجبوكوا جدا جدا قسما بالله. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. لو معاكي 100 جنيه ما تنزيش تجيبي من اللي تحتيكي، بتاع الخضر اللي تحتيكي. روحي السوق روحي السوق. اهم حاجة ما تنسوش اللايك. واستنونا في الفيديو الجاي.